اهلا بيكم في القناة. هنتعلم غرزة العمود ب3 لفات، ارتفاعها 5 سلاسل. هنلف الخيط على الابرة 3 مرات وهندخل في الغرزة رقم 6. زي ما انتوا شايفين دخلنا الابرة في الغرزة رقم 6 او السلسلة رقم 6، سحبنا خيط، بقى عندنا 5 لفات على الابرة، لفينا الخيط وسحبنا من 2. عندي 4 لفات على الابرة، لفينا خيط على الابرة وسحبنا من 2، بقى عندي 3 لفات. هنسحب خيط ونلف من 2، هيبقى عندي 2 على الابرة، الف واسحب من 2. هكررها معاكم تاني. نلف 3 لفات على الابرة، دخلنا في الغرزة اللي بعدها، هنسحب خيط ويبقى عندنا 5 لفات. هنلف الخيط ونسحب من حلقتين بس، بعد كده هيبقى عندنا 4 لفات. هنلف الخيط على الإبرة ونسحب من 2، هيبقى عندنا 3 لفات على الإبرة، هنسحب الخيط ونلف من 2، هيبقى عندنا لفتين على الإبرة، نلف الخيط ونسحب من حلقتين. الغرزة حلوة بس طويلة شوية فبتاخد كذا خطوة. لفينا 3 مرات على الإبرة، دخلنا في الغرزة اللي بعدها، سحبنا، بقى عندنا 5 لفات على الإبرة، لفينا الخيط على الإبرة وسحبنا من 2 بس. وبعد كده بقى عندي 4 لفات على الإبرة، ألف الخيط على الإبرة واسحب من لفتين بس، بقى عندي 3 لفات على الإبرة، ألف الخيط على الإبرة وأسحب من 2 بس، هيبقى عندي 2 على الإبرة، ألف الخيط وأسحب منهم. طبعا لو حصل انها الغرزة اتقوست منك وانتي بتشتغلي مفيش مشكلة، لان الغرزة طويلة شوية، فده بس عشان ان انا اقدر اتقن الغرزة. هكررها معاكم كمان مرة. الف 3 مرات على الابرة الخيط وادخل في الغرزة اللي بعدها، اسحب خيط، هيبقى عندي 5 لفات على الابرة، الف الخيط على الابرة واسحب من 2 بس، 4 لفات على الابرة، ألف الخيط على الإبرة وأسحب من لفتين، هيبقى عندي 3 لفات على الإبرة، ألف الخيط وأسحب من 2، هيبقى عندي لفتين على الإبرة، ألف الخيط وأسحب من 2. هنكررها كمان مرة. 3 لفات على الإبرة، أدخل في الغرزة اللي بعدها، هيبقى عندي 5 لفات على الإبرة، ألف وأسحب من 2، 4 لفات على الإبرة، ألف وأسحب من 2، 3 لفات على الإبرة، ألف وأسحب من 2، لفتين على الإبرة والف واسحب من 2. وده شكلها غرزة العمود ب3 لفات. غرزة حلوة نشتغلها في حاجات كتير قوي، هنشوفها في التطبيقات في الفيديوهات الجاية. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم على خير في الفيديوهات الجاية.